بنقدم لكم النهارده الاي تو بي كونفرتر او الاوتوماتيك بريشر ريجوليتور من شركه فيرتشيلد وشركه كنترول اير. النهارده هوري حضراتكم ازاي نظبط الاي تو بي كونفرتر ونعايره كويس جدا. الاي تو بي كونفرتر اللي معانا دلوقتي الانبوت بتاعه 4 ل 20 ملي امبير، الخارج بتاعه من 0 ل 60 بي اس اي، معناه من 0 ل 4 بار. طبعا السبلاي بتاعه هنا بيتحمل لحد 10 بار اللي هم 150 بي اس اي، يعني 10 بار. اديله من الكمبريسور 8 بار 6 بار، اوكي، وابدا اعايره. انا هدي هنا دلوقتي ل 4 ملي امبير واظبط معاها الايه الزيرو. طيب الزيرو هنا مظبوط خلاص، مش محتاج اي ظبط. ولنفرض لو كان مثلا الزيرو مش مظبوط، بدي ال 4 ملي امبير ومن مفتاح من المسمار بتاع الزيرو ببدا ارجلشه بحيث يديني الزيرو بار. في الحاله دي هطلع دلوقتي عند 8 بار، هطلع عند ال 20، هطلع عند ال 20 مباشره دلوقتي. سي مثلا ادي عند ال 20 عشان اظبط الاسبان. وصلت لل 20 دلوقتي، الاسبان مظبوط خلاص. طب افرض الاسبان ما كانش مظبوط، في الحاله دي باخد على مسمار الاسبان وببدا اعمل رجلاش كده بسيط بحيث اوصله ل 4 بار. هنزل بقى تاني هنزل لل 4 ملي امبير علشان اشوفه مظبوط ولا لا. لو ما كانش مظبوط اعمل له رجلشه. تمام، ادي 0 بار خلاص، مش محتاج العب في الزيرو. اطلع لل 20 ملي امبير تاني اظبط الاسبان مظبوط خلاص، مش محتاج حاجه. تعالى بقى نشوف كده بيشتغل، يعني نجرب كده. ادي 4 ملي امبير، اطلع ل 8 ملي امبير. ادي 8 ملي امبير اهو، مديني كام؟ مديني 1 بار كده. تمام، 100. اطلع لل 12 ملي امبير. 12 ملي امبير دول اللي هم نص الرينج، ماشي اهو. ادي نص الرينج، مديني نص الرينج على البريشر جيج اللي هو كام؟ اللي هو 2 بار. اطلع دلوقتي على 16 ملي امبير. ال 16 ملي امبير دول هم كام؟ اهو 3 ارباع الرينج، مديني 3 ارباع ايه؟ الرينج هنا مديني 3 بار. اطلع لل 20 ملي امبير. ال 20 ملي امبير يديني الفول رينج اللي هو 4 بار. شركه اتقان للتوريدات الكهربائيه والميكانيكيه بتدعمك بكل معلومه فنيه وباجود المنتجات.